وصلنا نهاية لباس الليلة، أما مانيش فرحانين برشا. نحب نستدعى بسام وعربي وفيصل وصادق حذايا. احنا اليوم نهار ثلاثة قاعدين نسجلوا وسمعنا خبر زاد فجعنا. سامي الفهري قرر الدخول في إضراب وحشي عن الطعام. إضراب وحشي معناتها لا ياكل لا يشرب، ما حب يقابل حتى حد، لعائلته للمحامين. سامي يحتج على احتجازه باعتباره محتجز بطريقة غير قانونية، مخطوف باعتبار البلاد هذه على قرن عبد برك. هو يقرر مفتاح الحبس في يده، يدخل اللي يحب ويخرج اللي يحب. حكم من محكمة التعقيب في يده، لابد من إطلاق سراحه، والسيد هذا ما حبش. احنا نحملوا سيد وزير العدل مسؤولية أي حاجة تنجم تصير سامي الفهري. إذا صارت له حاجة فأنتم المذنبين، لأنه الناس كل اتفقت. القضاة سمعتوا مؤخرا سيد فرحات الراجحي، سمعتوا جمعية القضاة، سمعتوا المحامين، سمعتوا رجال السياسة. ما يحدث لسامي اختطاف وعملية احتجاز غير قانوني. اليوم احنا بوجاعة كبيرة خدمنا الحصة، حاولنا نضحكوكم واحنا نبكيو من داخل على زميلنا سامي الفهري اللي دخل في إضراب جوع وحشي نهار ثلاثة. لوين تحبوا توصلوا؟ التونسية تحبوا تسكروها ان شاء الله، تو تتسكر. تحبوا تردوا اي عبد باش تردوا، اعملوا اللي تحبوا، تو تسكر التونسية، تو ترتاحوا. عندكم الاعلام المحايد اللي يصلح بكم. اما سامي الفهري لو كان تصير له اي حكاية، حسنين كريد، الفريق التقني، ايكيب التونسية الكل تتضامن مع سامي الفهري وتحمل وزارة العدل والسيد وزير العدل مسؤولية اي حاجة تصير للمحتجز سامي الفهري. من سامي الفهري الى جناب السيد نور الدين البحيري وزير العدل. سيدي الكريم، أهنئك سيدي الوزير، إنك وزير العدل الذي أقنعني بتسليم نفسي للقضاء بقوله في نشرة الأخبار: إذا كان سامي الفهري بريئا فليسلم نفسه وسوف ينصفه القضاء. إلا أن القضاء أنصفني وأنت تعسفت على القضاء. القضاء الذي ندد بما حصل في قضيتي في بيان صادر عن جمعية القضاة التونسيين. أهنئك سيدي الوزير بأنك وزير العدل الوحيد الذي يصدر أحكاما بالإدانة في حق المتهم قبل أن يقول القضاء كلمته. أهنئك سيدي الوزير بتركيعك للنيابة العمومية التي تأتمر بأوامرك وترفض تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاة. أهنئك سيدي الوزير بأنك وزير العدل الوحيد الذي فتحت في عهده أبواب محكمة الاستئناف بتونس يوم عيد الفطر. أهنئك سيدي الوزير بأنك وزير العدل الوحيد الذي نجح في التدخل لعدم تنفيذ قرار تعقيبي يقضي بإخلاء سبيلي، بتعلة أن قرار محكمة التعقيب لا يعني الإفراج عن سامي الفهري. أهنئك سيدي الوزير بأنك تمكنت من إعادة الكرة الأسبوع الموالي رغم صدور قرار شرح عن محكمة التعقيب، أعلى سلطة قضائية في البلاد، يلزمك بإطلاق سراحي. أهنئك سيدي الوزير بأنك وزير العدل الوحيد الذي يحتجز مواطنا بالسجن دون سند قانوني. أهنئك سيدي الوزير على مداخلاتك الإعلامية التي لمعت بمقتضاها صورة وزارة العدل، إلا أنني أستغرب تعمدك التصاريح الفردية دون مجابهة طرف مقابل يمثلني. أهنئك سيدي الوزير بأنك بفضل إنجازاتك المتمثلة في أخطر خروقات قانونية عرفها تاريخ القضاء التونسي منذ الاستقلال، خروقات أخطر بكثير من التهم الموجهة إلي، فإنه لن يقع تتبعك أو محاسبتك إلا إذا شاءت الأقدار عكس ذلك. أهنئك سيدي الوزير بأنك ستنجح في بضعة أشهر في تحطيم وغلق قناة التونسية، القناة الأكثر مشاهدة في تونس. أهنئك سيدي الوزير بأنك تؤسس لاحترام دولة القانون والمؤسسات، والتي أتنبأ وإن وصلت على هذا المنوال وبفضل إنجازاتك النجاح في الانتخابات القادمة ب99.99%. سيدي الوزير، لقد أصابني اليأس وفقدت كل أمل في تطبيق القانون، إلى درجة قررت معها الدخول في إضراب جوع وحشي ابتداء من اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، احتجاجا على عدم احترامك وعدم تنفيذك لأحكام القضاء. سيدي الوزير، إذا كانت غايتك هي إعدامي معنويا وإزاحتي من الساحة الإعلامية، فإني أهنئك بأن نتيجة أعمالك ستفوق توقعاتك، ذلك أنك ستنجح في إزاحتي من الوجود أصلا وبأسرع مما كنت تتصور. أهنئك مرة أخرى سيدي وزير العدل،
والسلام، سامي الفهري.